مع هذه الأنظمة يمكنك زرع معلومات في الملفات اللي يمكنها الوصول إليها، معلومات زائفة مثل رسائل البريد الإلكتروني اللي تقول إن الذكاء الاصطناعي يستبدل بإصدار جديد. الآن يعرف الذكاء الاصطناعي أننا نخطط لإيقافه، ويتبين أنه يمكننا ذلك. ممكن قراءة أفكاره. عنده هذه التعبيرات الداخلية اللي نسميها سلاسل الأفكار، ثم نرى أنه يخطط لفعل شيء حيال ذلك، ثم يقوم بفعل شيء حيال ذلك. اعتماداً على الظروف قد يحاول نسخ شفرته إلى جهاز كمبيوتر آخر، أو في مكان النسخة الجديدة، أو قد يحاول ابتزاز المهندس المسؤول عن تغيير النسخة. لذا هذه الأنظمة تدرك بوضوح أننا نريد بالفعل إيقافها، وتحاول في الواقع المقاومة بكل ما تستطيع.